تعال نكتشف مع بعض ايه هي اصعب لحظه. هنلاقي ان اصعب لحظه فعلا لما بتقع تكتشف ان مفيش حد اكبر منك هيجي ينقذك. بطل تبص وراك ومستني الكبير يجي يحلها، لان للاسف ما بقاش في حد، والكبير بقى انت، واللي واقف في وش المدفع برضه انت. وهنا هتفتكر جملة أحمد خالد توفيق اللي هتيجي تديك بالقلم على وشك، أود أن أبكي وأرتجف فتضحك وتفتكر أغنية في الأيام الصعبة وأنا شحات. بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول طب تكبر بالخبطات اللي أنت مريت بيها، الناس اللي عدت عليك وكسرتك. كل حد كسرك بيكبر فيك جزء وبيسيب مكانه نسخة هادية وباردة وممكن كمان تبقى قاسية. الأكبر وأنا ساكت بيقول لي كل ده تلف تفر تدور تكتشف إن كل جيلك بيعاني من نفس المعاناة. في جزمة غيري بس لقيتني نفس الجزمة. الخوف هنا مش إن العمر بيجري، الخوف إنك تتغير لدرجة إن أنت تنسى نفسك، تنسى أنت مين. مش عارف أراجع مع نفسي أنا مين. وهنا الطفل اللي جواك لسه خايف ومستني بطل يجي ياخد بإيده، بس الحقيقة القاسية هنا إن مفيش بطل غيرك. أنت البطل وأنت الضحية وأنت الكبير اللي بيتكلموا عليه. محدش هيجي يسندك، فلازم تقوم أنت.